مشاهدينا الكرام، ونواصل مع حضراتكم ولقائنا مع أمهات عظيمات أمهات الشهداء، ونستكمل لقائنا مع السيدة ماجدة والدة الشهيد رائد عبد السلام حمادة أو الشهيد إسلام. أهلا بيكي. أهلا اتفضلي نكمل كلامنا. بحب اسم إسلام قوي يعني. حاضر. نكمل كل نقول إسلام. إسلام. فهو اتخرج من الكلية الحربية دفعة 100 2006. أول ما كان هو مشاه. أول ما اتخرج خدم في المنطقة الغربية على حدود براني، فضل فيها حوالي 5 سنين. بعد كده جاء المركز الكلينيكي في الحمام في الإسكندرية، قعد فيه حوالي 4 سنين. حتى القائد بتاعه ما كانش عايزه يسيب المركز، كان عايزه يفضل معاه. فطبعا جاله امر نقل لانه كان هيترقى، فراح السويس. من السويس طلع على سينا، على شمال سينا. طبعا خلال الفتره دي كلها انا ما كنتش نعرف ان هو راح سينا، غير الكلام جه صدفه. فقال لي يا ماما انا في سينا ما تقلقيش عليا. كان مطمني جدا جدا. كان هو ماسك كمين في الحسين. فرغم كده كان من كتر ما كان مطمني انا كنت ببقى يعني، كان كل اللي حواليا قلقانين يقولوا لي ازاي انت قاعده وابنك في كمين وفي سينا. اقول لهم لا لا لا، ده اسلام مطمني خالص. ده كان بيروح كده ويجي، ما كنتش اعرف اي حاجه ان هو يعني في مفرمه زي ما هو قال، غير بعد ما استشهد 8/4/2016. هو يمكن من كتر ما هو مشفق على حضرتك من القلق ومن التوتر، هو عمال بيدي لحضرتك رسائل اطمئنان علشان يهدي. ما قاليش اخر اجازه دي كان في عيد الام، وجابت عندي هو وزوجته وابنه. فعمري ما شفت ابني قاعد بالمنظر ده. مالك؟ يقول لي عندي صداع عندي صداع. هو ما كانش عنده صداع ولا حاجه، هو حبيب قلبي من اللي هو كان شايفه. اسلام اولاده، عنده زوجه واولاد ايه؟ اسلام اتجوز 22/9/2013. جاب ابنه محمد 8/9/2015. كان ايامها في عمليه حق الشهيد الاولى. فنزل يعني القائد بتاعه نزله 24 ساعه يحضر الولاده. برضه في ايه؟ قال لي لا يا ماما مفيش حاجه، ده انا بس ايه عشان مش هينفع. فشاف ابنه ومشى. ابني السباع بتاع ابنه عمله بعد حوالي شهر ونص. حتى كنت بقول له ده الولد قرب يمشي. ابني استشهد وابنه كان عنده 7 شهور. محمد كان عنده 7 شهور. ففي مجند قال لي ده هو كان رايح قوات حفظ السلام. كنت خايفه عليه ان هو يسافر قوات حفظ السلام. ما اعرفش ان القدر سبحانه وتعالى مستنيه هنا في بلده. فكان هو كان طالع اثيوبيا. فالمهم راح مجند قال لي ده هو قال لي انا ما لحقتش اشبع من محمد. هسافر سنه وعيد ميلاد محمد جاي، انا ما لحقتش اشبع من محمد. استشهد محمد عنده 7 شهور. بعد ما استشهد ب4 ايام عرفنا ان مراته حامل في الولد الثاني اسمه اسلام. يا حبيبي سميناه اسلام والحمد لله. ربنا يديكي الصبر والإيمان، وهو في أعلى درجات الجنة، وإن شاء الله تفرحي بمحمد وإسلام وتشوفيهم كده يعني في أعلى الأماكن وأعلى المناصب، ويعوضوا صبرك خير يا رب. سبحان الله شبهه بالظبط. وكل ما كانت الأم صابرة ومؤمنة ربنا بيلهمها المزيد من الصبر والمزيد من الثبات. يعني طبعا يعني لا أنا راضية، خلي بالك، والحمد طبعا لله والله. عارفة يعني أنا راضية فخورة بابني، فرحانة بابني. يعني ان ابني نول الشهاده دي حاجه ربنا مش بيختار اي حد للشهاده. طبعا. ان ابني ينول الشهاده لا ده حاجه يعني الحمد لله. ان انا اخد لقب ام الشهيد فراق صعب. وهقول لك يعني لو انا كانوا ياخدوا عيني الاثنين واشوفوا دقيقه بس. انا يعني اللي بشوفه ومعامله الناس ليا لا لا لا. انا استشهاد ابني هو موجود كان معلي بيا جدا. لما استشهد كمان عليت اكتر، وده فضل من عند ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يلهمك الصبر والإيمان يا رب، وهو في أعلى درجات الجنة، وربنا يخلي لك يا رب إسلام ومحمد وتفرحي بيهم يا رب بإذن الله. السيدة عطيات والدة الشهيد المقدم مهندس أيمن عبد الحميد كتات، أهلا بحضرتك معانا ونورتينا. وبرضو نتكلم عن الشهيد المهندس أيمن، المقدم المهندس أيمن. وإحنا عرفنا أن هو كان ملتحق في البداية بكلية الهندسة، ولكن حبه للحياة العسكرية
انتقل للكليات العسكرية. تمام، هو كان ملتحق، كان فعلا بيدرس في كلية الهندسة، بس كان مقدم طبعا الاختبارات بتاعة الكليات العسكرية، وكان بيفضل ان هو الفنية العسكرية، ففعلا قبل فيها، ساب كل كليات الهندسة كلها وراح في الكلية الفنية العسكرية. خرج بعد أول سنة من كلية هندسة؟ لا، بعد الشهور الأولانية راح كمل على طول، عشان انت عارفة حضرتك بيبقى في فرق بين القبول في الكليات العسكرية. أول ما تم اختياره في كلية الفنية العسكرية فضل الكلية العسكرية. طبعا العسكرية، انه كان بيحب فعلا الجيش، بطولات الجيش العسكرية، الحاجات دي كلها كان كل الحاجات دي مسيطرة على مخه على طول، فعشان كده كان بيحبها، فساب الدنيا كلها وراح التحق. فعلا قعد اللي هو ال5 سنين بتوع التخرج، اتخرج 2006. اتخرج، التحق بعد كده بالجيش الثالث. في الاول خدم في الجيش الثالث فتره، وبعدين خدم في الجيش الثاني، وبعد الجيش الثاني اترقى والتحق بالجيش الثالث. قعد فتره في الجيش الثالث. طبعا هو كان خد بقى طبعا، خد تدريبات احنا معانا صورة الشهيد المهندس أيمن معانا على الشاشة. اتفضل حضرتك. خد دورات متعدده طبعا، ان هو في انفاقات، في يعني خد تدريبات في جميع المجالات. فكان طبعا بالفرقه المتقدمه، شارك هو في عمليه حق الشهيد، شارك في هي حفر قناه السويس. طيب نستأذن حضرتك، هنقف ثواني بس وهنرجع مرة تانية ونتكلم عن واقعة الاستشهاد بس، وهنرجع مرة تانية، هنطلع فاصل سريع ونرجع مرة تانية ونواصل لقائنا.